السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في قناة سمبوسة وبسبوسة. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض وصفة جميلة وسهلة وسريعة، وصفة الشيش طاووق. أول حاجة هنجيب كيلو من صدور الدجاج، هنقطعها مكعبات وهنغسلها بالدقيق والمية كويس جدا علشان الزفارة. زي ما حضراتكم شايفين بنقطع هوت الفراخ مكعبات، ويا ريت نقطعها قد بعض. بعد كده هنعمل التتبيلة مع بعض. هنجيب بولة ونحط فيها كوباية من الزبادي، 3 معالق كبار من الصويا صوص، معلقة إلا ربع كبيرة ملح، معلقة صغيرة من السبع بهارات، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقتين كبار من الزيت النباتي، ومعلقة كبيرة من المستردة. هنقلب مع بعض التتبيلة، ولازم نقلبها كويس عشان تختلط المكونات مع بعض. بعد كده هنجيب صدور الفراخ المتقطعة مكعبات، هنحطها في التتبيلة ونقلبها كويس جدا عشان التتبيلة تدخل مع الفراخ. وهنحط 4 فصوص توم مهروسين ونقلبهم تاني، وبعد كده هنحطها في التلاجة على الأقل لمدة من 3 ل4 ساعات. بعد كده هنجيب فلفل أخضر وهنقطعه مكعبات زي ما حضراتكم شايفين اهوت. هنجيب بعد كده البصل، هنقطعه برضو مكعبات زي الفلفل الأخضر. ادي بصلاية هي قطعناها مكعبات كده، بصلتين كبار متقطعين مكعبات. ادي الفلفل حطيناه في بولة. بعد كده هنجيب سياخ الشيش طاووق، هنحط اول حاجة الفلفل والبصل والفراخ، وهنعد تاني هنحط بصل وفلفل اخضر وفراخ، وهنعمل الكمية كلها زي ما حضراتكم شايفين كده بالترتيب: بصل وفلفل اخضر وفراخ. هنعمل سياخ الشيش طاووق كلها قد بعضها كده ونحطها في الصينية. يشرفني ويسعدني اعرف من حضراتكم اي بلد بتتابعوني. زي ما حضراتكم شايفين بنقرر ان احنا نحط السيخ الشيش طاووق، البصل والفلفل والفراخ حتى انتهاء الكمية. بعد كده هندخلها الفرن تحت الشواية بس من غير الصينية، وهنقلبها من وقت لآخر لغاية ما تستوي ونقدمها بالهنا. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، ومستنية رأيكم في التعليقات. مع السلامة.